وتخيلي ان ايما ستون اللي بقت ايقونه هوليوود كانت بتعاني من فوبيا شديده، وده غير انها عملت معظم مشاهد الرقص بنفسها حتى الاغاني اللي سجلتها بصوتها. في الحلقه دي هنعرف ازاي بقت ملكه الاوسكار واسرار محدش يعرف عنها حاجه. انا حبيبه مصطفى وده برنامج اسرار مشاهير هوليوود. ايما ستون البنت اللي خلت الموسيقى والرقص يبقوا فن تاني. من اول ظهور ليها بدور مايا في فيلم لا لا لاند الجمهور وقع في حبها، بس ورا الكاميرا ايما عندها حكايات واسرار ممكن تخليك تشوفها بنظره تانية خالص. في الحلقه دي هنتكلم عن سر موهبتها واخطر مشاهد الاكشن اللي عملتها بنفسها واغرب حاجه عملتها علشان الدور. ايما اتولدت سنه 1988 في اريزونا، وبدات التمثيل وهي عندها 11 سنه في مسرحيات مدرسيه، وقررت تسافر هوليوود وهي عندها 15 سنه بس علشان تدور على فرصه، وكانت بتعيش مع امها في شقه صغيره لحد ما جات لها الفرصه الذهبيه. النقله الكبيره كانت مع فيلم ايزي اي سنه 2010 واللي لعبت فيه دور اوليف، البنت اللي بتواجه الاشاعات في المدرسه، وقدرت تعمل مشاهد الكوميديا بطريقه خلت الجمهور والنقاد يشيدوا بيها، وده خلى الفيلم يبقى علامه في افلام الكوميديا الشبابيه. لكن الشهره الاكبر كانت مع فيلم لا لا لاند واللي لعبت فيه دور ميا، البنت اللي بتحلم تبقى ممثله، وقدرت تعمل مشاهد الرقص والغنى بطريقه خلتها تاخد الاوسكار لافضل ممثله، وتبقى اول مره في حياتها تاخد الجائزه. في فيلم لا لا لاند ايما عملت معظم مشاهد الرقص بنفسها، زي مشهد الرقص على التلال، وفضلت تتدرب على الرقص لمده 3 شهور علشان تطلع المشاهد واقعيه، وقالت بعدها انها كانت اصعب حاجه عملتها في حياتها. المفاجاه انها سجلت معظم اغاني الفيلم بصوتها، زي اغنيه اوديشن اللي خلت الجمهور يسقف لها في السينما، وفضلت تتدرب على الغنى لمده 4 شهور مع مدرب خاص. اما في فيلم كرويلا ايما عملت مشاهد الاكشن بنفسها، زي مشهد الهروب بالعجله، وفضلت تتدرب على السواقه السريعه لمده 2 شهور، وده خلى المخرج يقول انها فعلا شجاعه. اجرها في فيلم لا لا لاند كان 8 مليون دولار، لكن بعد نجاح الفيلم اجرها وصل ل 20 مليون دولار في فيلم كرويلا، وده خلى ديزني تعتمد عليها بشكل كبير. حقائق سريعه. اول حاجه الخوف من العناكب، ايما عندها فوبيا شديده من العناكب، وبتقول انها ممكن تصرخ زي الاطفال لو شافت عنكبوت في الاوضه. تاني حاجه الهوس بالطبخ، ايما عندها هوس بالطبخ، بتحب تعمل المكرونه والسوشي بنفسها، وعندها قناه سريه على يوتيوب بتشارك فيها وصفات مع صحابها. بعيدا عن الرقص والغنى ايما ستون عندها مواقف انسانيه كتير، وبتتبرع لمؤسسات خيريه. في موقف شهير ايما زارت مستشفى اطفال بملابس كرويلا، وفضلت تتصور مع الاطفال وتلعب معاهم، وده خلى الجمهور يشيد بتواضعها. كمان عندها مبادره لدعم الابحاث ضد السرطان، وبتتبرع بجزء من ارباحها للابحاث اللي بتهتم بالمرض ده، وبتقول ان دي قضيه حياتها بسبب اصابه والدتها بالسرطان. ودي كانت حكايه ايما ستون، البنت اللي خلت الموسيقى والرقص يبقوا حاجه تانية، واللي اثبتت ان النجمه الحقيقيه هي اللي تقدر تعمل الاكشن والدراما بنفس القوه. ايه اكتر دور حبيته ليها؟ شاركنا في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد عن نجوم هوليوود. اشوفكم الحلقه الجايه.